السلام عليكم. يلا هاتي كيس مكرونة اسباجيتي وتعالي نعمل الوصفة السريعة الشهية دي. المكرونة الاسباجيتي هتعمليها هتطلع معاكي في اقل من نص ساعة، روعة وجاهزة للاكل. هنحضر مع بعض في البداية الصلصة بتاعتنا. هجيب حلة وهحط فيها شوية من الزيت. اول ما الزيت يبتدي يسخن هكون عندي بصلة مقطعة مكعبات صغيرة هنزل بيها في الزيت الساخن واقلبها لحد ما البصل بتاعنا يبتدي يسبل خالص. وهجيب ملعقة كبيرة من اللحمة المفرومة، ملعقة واحدة بس هتعمل معانا العظمة دي، ملعقة كبيرة من اللحمة المفرومة، وهقلبها مع البصل بالشكل ده لحد ما لونها يبتدي يتغير. وهنزل عليها بملعقة صغيرة من الثوم المفروم. قلبي كل ده مع بعض كويس جدا. الطماطم بقى اللي هنستخدمها في الوصفة او في الصلصة عموما، لازم الطماطم بتاعتنا تكون حمراء ومستوية بالشكل ده عشان تطلع معاكي الصلصة باللون المميز بتاعها، الصلصة الحمراء الشهية. بوريكي الطماطم علشان لازم اختيار الطماطم مهم جدا في الصلصة. بعد كده معايا فلفل اخضر وفلفل احمر مقطع شرائح كده بالشكل ده، نزلت عليه في نزلت بيه في الحلة. بعد كده نزلت بيه الطماطم بعد ما ضربتها في الخلاط وقلبت ده كله مع بعض كويس بالشكل ده. بعد كده هنضيف التوابل بتاعتنا عبارة عن كمون، فلفل اسود، كزبرة ناشفة، بابريكا. بعد كده هضيف الملح، وهضيف كمان ملعقة صغيرة من السكر علشان اعادل حموضة الطماطم. وهنضيف كمان ملعقة كبيرة من الخل هتدي معانا مزازة حلوة جدا في المكرونة. وهنقلب ده كله مع بعض ونسيبه على نار متوسطة لحد ما يغلي والصلصة بتاعتنا تبتدي تتسبك وتتقل. بعد كده هنغطي عليها ونسيبها لحد ما تتسبك. هي بتغلي معانا بالشكل ده. بعد كده هنسلق مع بعض المكرونة. هجيب حلة فيها مية قربت على درجة الغليان، وهضيف فيها ملعقة من الملح. هضيف ملح فقط مش هضيف زيت. المكرونة الاسباجيتي حطيتها زي ما هي بدون تكسير. وصفة سريعة ولذيذة جدا تنفع في اي وقت يا بنات. ثواني والمكرونة بتاعتي ابتدت تنزل في الحلة بالشكل ده. من فترة للتانية قلبيها علشان ما تلزقش في الحلة. وهنطلعها تكون يعني فاضل لها ربع تسوية بس، يعني 3/4 تسوية، علشان لما تنزل في الصلصة هتكمل بقية الربع اللي ناقص، تستوي مع الصلصة من غير ما تعجن مننا. هنا اخدت حوالي كوباية من مية المكرونة على الصلصة بتاعتي علشان تعمل الصلصة سمك وتقلها شوية. وده السر اللي بيخلي الصلصه بتاعت المكرونه الاسباجيتي شكلها متماسك او تقيله شويه مع المكرونه. كده خلاص المكرونه بتاعتنا استوت خلاص كده. في الفتره دي هبتدي اضيف الصلصه بتاعتي على المكرونه. شايفين الصلصه روعه وريحتها كانت تجنن. هنقلب بقى الصلصه بتاعتنا اللي فيها ملعقه من اللحم المفروم بالشكل ده، وجبه متكامله تعتبر. هنقلبها مع بعض كده وهنسيبها على درجة حرارة يعني منخفضة حوالي يعني دقيقة أو دقيقتين لحد ما المكرونة تبتدي تتشرب شوية من الصلصة. وده الشكل النهائي للصلصة للمكرونة الاسباجيتي بالصلصة بالشكل ده. شكلها شهي جدا ويفتح النفس. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم الاشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي بنزلها دايما على القناة. واضغطوا على زر اعجبني
وشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم اللي بيحبوا المكرونه الاسباجيتي، اكيد الفيديو هيعجبهم جدا جدا. وشوفوا شوفوا باقي الفيديوهات اللي في القناه، عامله فيديوهات تحفه جدا وفيديوهات مختلفه ومتنوعه لجميع الاكلات والحلويات. خدوا لفه كده في القناه وشوفوها، واضغطوا على زر اعجبني لاي فيديو يعجبكم، واكتبوا لي ارائكم ومقترحاتكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.